برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. أهلا بيكم في آخر حلقة من برنامج لحظة على الهواء مع هبة ممدوح على راديو برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت، النهاردة آخر حلقة، وحابة أختمها بأحلى وأجمل أنواع اللحظات، وهي لحظات النجاح والفرح. قد إيه ممكن لحظة النجاح اللي بتيجي بعد تعب طويل بتخلي قلبنا هيطير من الفرحة. ودايما لما بنبقى داخلين أي حاجة في أولها ومش عارفين إزاي نبدأها، مفيش حاجة بتشجعنا غير وإحنا بنتخيل نفسنا في اللحظة اللي بننجح فيها. وعلشان كده لحظة النجاح بتبقى مهمة جدا من قبل ما تتحقق، لأن هي اللي بتخلينا نجري ورا حلمنا ونعافر علشانه. وعمر ما لحظة النجاح دي كانت لحظة عادية أبدا، دايما بتبقى من أطول لحظات العمر اللي بتمر على الإنسان، وإحنا بنشوف تعبنا ومجهودنا ليه نتيجة. وعلى فكرة، مش شرط لحظة النجاح دي بتبقى لدراسة أو حلم، إحنا في حاجات كتيرة قوي بننجح فيها حتى لو بسيطة، زي مثلا نحاول نعمل أكلة حلوة بعد كذا مرة، فدي لحظة نجاح. إنك تتخطى علاقة صعبة، دي لحظة نجاح. إنك تسمع حد وتحل مشكلته، دي برضو لحظة نجاح. أو إن أي حد يتعلم منك حاجة حتى لو بسيطة، دي برضو لحظة نجاح. ولما بننجح في أي حاجة بسيطة بتوصلنا للحظات مليانة فرح وسعادة عمرنا ما بنعرف نعوضها تاني، وعلشان كده هي بتبقى أجمل لحظات حياتنا. وزي ما قلتلكوا في أول حلقة خالص، إن أي بداية جديدة بتبقى صعبة بس بتستحق المجهود علشان إحساس لحظة النجاح في الآخر. العمر فعلا لحظة بيمر بسرعة وإحنا مش حاسين، ومش بيتبقى لنا غير ذكريات اللحظات اللي مرت علينا. وعلشان كده زي ما قلتلكوا الحلقة اللي فاتت، لازم نستغل كل لحظة كأنها آخر لحظة، واللحظات الصعبة اللي بتمر علينا نحاول نتخطاها ونبدأ بدايات جديدة. والأهم من كل ده إننا نستمتع باللحظات البسيطة الجميلة. وكده حلقتنا خلصت. شكرا إنكم سمعتوني، وأتمنى يكون البرنامج عجبكم، وربنا يجعل كل لحظاتكم وأيامكم جميلة مليانة حب وأمان وسعادة. كنت معاكم أنا هبة ممدوح من برنامج لحظة على الهواء على راديو برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة.